يا أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم في موضوع بيلخبط ناس كتير قوي وهي بتتعلم ألماني، وهو نهايات الصفات. الحكاية دي عاملة زي لغز كبير، بس أوعدكم بعد شرح النهاردة هتكتشفوا إن حل اللغز ده كله في قاعدة واحدة بسيطة جدا. كلنا أكيد سألنا نفسنا السؤال ده. ليه مرة بنلاقي الصفة زي ما هي من غير أي تغيير، ومرة تانية نلاقي في آخرها حرف زيادة؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هو ده اللغز اللي احنا جايين نحله سوا النهاردة. بالظبط كده، هو ده السؤال المحوري. ليه الصفة مش ثابتة على شكل واحد؟ ليه التغييرات دي كلها؟ يلا بينا نبدأ الرحلة ونكشف السر ده مع بعض. طيب، أول وأهم مفتاح معانا لحل اللغز ده هو مكان الصفة. أيوة بالظبط زي ما سمعتوا، السر كله في مكانها جوه الجملة. مكانها هو اللي بيحدد كل حاجة. بصوا معايا كده على السلايد دي هتوضح كل حاجة. لو الصفة جت بعد الاسم اللي بتوصفه زي في جملة their computer ist alt، الصفة بتفضل زي ما هي alt وخلاص. لكن شوفوا بقى لو جت قبل الاسم زي في das ist der alte Computer، هنا لازم تاخد نهاية. شايفين الفرق؟ الموضوع بسيط اهو في أوله. يعني الخلاصة هنا إيه؟ الخلاصة إن لو الصفة جت قبل الاسم فهي لازم وضروري تتغير وتتحط لها نهاية. دي قاعدة ما فيهاش أي استثناءات. أوكي، عرفنا إنها لازم تتغير. السؤال بقى، إيه هي النهاية اللي بنحطها دي؟ هنا بقى يجي دور السر التاني أو الخدعة اللي هتسهل علينا كل حاجة. أنا بحب أسميها الإشارة. الإشارة دي ببساطة هي علامة في الجملة بتعرفنا نوع الاسم ده إيه، مذكر ولا مؤنث ولا محايد. والقاعدة الذهبية بتقول إن كل تركيبة اسمية في الألماني لازم يكون فيها إشارة واحدة بس. والنقطة اللي بتفك اللغز كله هي دي. الإشارة دي ممكن تكون موجودة على الأداة الارتيكل، أو ممكن تكون على الصفة نفسها، لكن الأهم من كل ده إنها مستحيل تكون في المكانين مع بعض، هي يا هنا يا هنا. يلا نشوف السيناريو الأول. في جملة زي der alte Computer، الأداة der هنا قايمة بالواجب كله. الإير اللي في آخرها دي كأنها بتعلي صوتها وبتقول يا جماعة الاسم اللي جاي ده مذكر، وبما إن الأداة خلاص عرفتنا النوع، الصفة بترتاح خالص وبتاخد أبسط نهاية ممكنة اللي هي إيه. طيب، بصوا بقى على السيناريو التاني. في جملة ein alter Computer، الأداة ein هنا غامضة شوية، ممكن تيجي مع المذكر وممكن مع المحايد، يعني الأداة هنا مش مدية إشارة واضحة. مين بقى اللي لازم يقوم بالدور ده؟ الصفة طبعا، هي اللي بتشيل المسؤولية وبتاخد النهاية إر، عشان هي اللي تبقى الإشارة اللي تقول لنا إن كلمة كمبيوتر دي مذكر. حلو قوي الكلام النظري ده، بس يلا نطبق القاعدة دي على أمثلة عملية أكتر عشان المعلومة تثبت في دماغنا وما تروحش تاني. الجدول ده بيلخص الحكاية كلها للمذكر والمحايد. بصوا، لما الأداة واضحة زي الدير للمذكر أو داس للمحايد، هي اللي شايلة الإشارة، فالصفة بتاخد النهاية البسيطة إيه. لكن لما الأداة مش واضحة زي أين، الصفة هي اللي لازم تشيل الإشارة عشان توضح النوع، فبتاخد إير مع المذكر وإس مع المحايد. ein alter Computer ein neues Handy. شفتوا المنطق ماشي إزاي؟ ونيجي بقى لأري حالة فيهم كلهم، الحالة المؤنثة. دي حالة خاصة ومميزة جدا، والسبب بسيط. سواء استخدمنا أداة المعرفة دي أو أداة النكرة أين، الاتنين بيعتبروا إشارة واضحة وصريحة إن الاسم ده مؤنث. وده معناه إيه عملياً؟ معناه إن في حالة المؤنث الأداة دايماً هي اللي شايلة الإشارة، وعشان كده الصفة دايماً هتاخد النهاية البسيطة والمريحة اللي هي إيه. بصوا على المثالين، دي wichtige E-Mail وأين wichtige E-Mail. في الحالتين الصفة آخرها إيه. الحالة المؤنثة دي هدية بصراحة. تمام جدا. عشان نلم كل القصة دي وما ننساهاش، أنا عملت لكم قائمة مراجعة سريعة من 5 خطوات، دي اللي ترجعوا لها كل مرة تقف قدامكم جملة وما تبقوش عارفين نهاية الصفة هتكون إيه. الخطوات بسيطة قوي. أولاً، حدد مكان الصفة. ثانياً، لو هي بعد الاسم سيبها في حالها وما تغيرش فيها أي حاجة. ثالثاً، لو هي قبل الاسم هنا بقى نبدأ ندور على الإشارة بتاعة النوع. رابعاً، لو الإشارة موجودة على الأداة يبقى الصفة تاخد إيه. خامساً وأخيراً، لو مفيش إشارة واضحة على الأداة يبقى الصفة هي اللي لازم تشيل الإشارة دي بنفسها. وبس كده. وده بيخلينا نفكر في سؤال أخير. طيب لو الجملة أصلاً ما فيهاش أداة، يعني مثلاً بنقول قهوة ساخنة، هايسر كافي على طول، تفتكروا مين اللي هيشيل مسؤولية الإشارة في الحالة دي؟ فكروا فيها كده وهتلاقوا إن الإجابة هي نفس المنطق اللي مشينا بيه. لو الشرح ده ساعدكم تفهموا اللغز ده كويس، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الشروحات الجديدة اللي جاية. أشوفكم المرة الجاية.